الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية الأزهرية ومع الفقه الشافعي. ركز يا أستاذ يوسف لو سمحت. طيب، الدرس العاشر، فصل في حكم الصلاة. الصلاة ركن من أركان الإسلام ومنزلتها من الإيمان ومنزلة الرأس من الجسد. يعني واحد مؤمن ما بيصليش ما بقاش مؤمن. مؤمن إزاي بقى؟ خلاص. والنصوص كثيرة في وجوب المحافظة عليها والتحذير من تركها. طيب، أقسام تارك الصلاة، علشان اللي هنكفر واحد بيصليش أنت كافر أو إزاي؟ يعني إمتى يطلق على اللي بيصليش ده كافر وإمتى ما يطلقش عليه إنه مش كافر؟ إيه اللي يحدد؟ إيه هي اللي يحدد بين ده وده؟ هنشوف. أن يتركها المكلف لأنه لا يؤمن بأنها فرض، ده كافر بالإجماع، مفيش حد يقدر يشك في كده. خلاص. حكمه حكم الكافر، لا إنكار معلومة من الدين بالضرورة. من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقد كفر. يعني اللي ينكر صلاة يا عم، بلا صلاة بلا بتاع بلا صلاة إيه يا عم الحاج والكلام ده مش هينفع خالص. بل إنكاره ليه؟ لأن الجحد تكذيب لله عز وجل. يبقى هو مؤمن إزاي بالله وينكر صلاته الذي أمر بها الله؟ إن المحب لمن يحب مطيعه. الله أمرك بالصلاة ولم تصلي، إيدك بتيجي في الكاميرا فلو سمحت اهدى شوي. خلاص. بعد كده ركز يا أستاذ يوسف. طب ركز، حاضر. القسم الثاني أن يتركها كسلا وهو معتقد وجوبها. معايا كده يا عم يوسف؟ يعني تركها كسل، يعني والله نفسي ومش قادر أقوم، كنت مش عارف إيه، انشغلت في إيه، بس ما أقدرش أقول إنها مش واجبة، إن الصلاة معلش في الصلاة، ده ما أقدرش أكفره. ماشي كده؟ الأصح أنه يفسق، يبقى فاسق وهو عاص بتركه الصلاة. لا يدخل النار. فاسق. دخول النار وعدم دخول النار بإيدينا احنا. خلاص. احنا نطلق الحكم، لكن تخصيص الحكم وتفصيله مش بتاعنا. ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ذلك لمن يشاء. ولم ينقل في التاريخ الاسلامي كله في اليومين هذا ان احدا قتل لتركه الصلاه. يعني ما وردش عندنا ان حد اتقتل بسبب ترك الصلاه، لان هذا امر بينك وبين ما انا حاجه هعدل في المساجد واللي بره المساجد هولع فيهم، مش موجود خالص. طيب، ما حكم من ترك الصلاه بعذر كنوم او نسيان؟ ماشي يا استاذ يوسف. يعني واحد نام ناسي مش مراجع كده، يعني ايه الحكايه بتاعته؟ يبقى هنا يسن له المبادره بها، يعني اول ما يستيقظ يجري يصلي. لمن نام عن صلاته او عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفاره لها الا ذلك. يا كفاره ترك الصلاه بعذر النوم، فهو في الحاله دي ايه اللي يحصل؟ او نسيان. كافر يوسف؟ مش دلوقتي كافر؟ انت هتصحصح ولا لا؟ ايوه دلوقتي كافر، مش وقت كافر. انت تقريبا بتسمع وقت ما انت عايز وبتسمعش وقت ما انت عايز. صح يا يوسف، بطل تهريج وركز. ماشي. يبقى ترك الصلاه بعذر كنوم، عذر كنوم، وان يرفع القلم بيرفع عن النائم وعن حتى يستيقظ وعن الناس حتى يتذكر. يبقى انت لو حد موجود معاه وهو صحاه وهو انا بتكلم نايم غريق في النوم، جبت عليه جردلين ميه مش مستوعب اصلا انت بتقول ايه. أيوة، واما صحي قال لك ايه انت صحيتنيش ليه على الصلاه يا ابني؟ انا ليه؟ طب ده عنده عذر ان هو القلم يرفع عنه خلاص حتى يستيقظ. أيوة. فمن نام عن صلاته او نسيها فليصليها اذا حديثه، ومن تركها بلا عذر لازمه قضاؤها فورا. يعني ساب الصلاه بلا عذر يا عم يوسف، تذكر يصليها دلوقتي حالا، ما يعطلش الدنيا ويأخر الدنيا. خلاص. الدرس بتاع ايه؟ بتاع حكم ترك الصلاه. خلاص. مش هناخد المواريث دي عايزة لها حصه لوحدها، مش هنبدا فيها ان شاء الله. بس الحصه الجايه بس اهدى، بس خليك اهدى ما اكمل. خلاص. يبقى كده ايه الاسئله عندنا هتحلها لي حضرتك. تيجي تديها امتحان يا شيخ؟ ناخد بس المواريث عشان المواريث محتاجه تركيز شويه. خلاص يا عم الجميل.